عبد الفتاح السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الحديث عن رئيس للبلاد وحكومة للبلاد ودستور للبلاد هو ديكور وقناع يلقي به عبد الفتاح السيسي وقت الأزمات، لأنه لم يعد صالحا للاستعمال. الصورة الآن صارت واضحة بأن عبد الفتاح السيسي لم يعد مكتفيا بالقتل المحدود الذي مارسه خلال المجازر الأيام الماضية، سواء في الحرس الجمهوري أو في رمسيس أو في المنصورة أو في أمس في روكسي، لكنه يطالب بالتفويض في القتل الواسع وفي برك الدماء على طريقة بوش الأب وعلى طريقة فرعون: ذروني أقتل موسى وفوضوني من أجل أن أنهي هذه الحالة من الاعتصام السلمي الموجودة في الساحة المصرية. دكتور محمد، هذه ليست التظاهرات الأولى التي يتم الدعوة إليها من أجل دعم خارطة الطريق. هناك عدة تظاهرات تم الدعوة إليها، كان بالأمس هناك تظاهرات دعا عليها عدد من الإعلاميين، لكن هذه الدعوة تأتي هذه المرة من وزير الدفاع. ما دلالة ذلك؟ يعني كما قلت، هذا بوضوح يؤكد أن الحشد الذي تم في 30 يونيو وكان جزء غير قليل فيه من فئات محددة في المجتمع معروفة، بل كان جزء غير قليل فيه من عسكريين وأمن مركزي ارتدوا ملابس مدنية ونزلوا إلى الساحات. عبد الفتاح السيسي يقول للذين نزلوا: انزلوا مرة ثانية كما نزلتم في 30 يونيو وكما كلفتكم في 30 يونيو من أجل أن يبدأ الانقلاب. ها هو الانقلاب يفشل شعبيا، فلابد أن تنزلوا من أجل أن نضمن نجاح هذا الانقلاب. لكن الصورة الآن لم تقف عند هذا الحد. عبد الفتاح السيسي يطالب المصريين، وهو يخاطب مصريين من قطاع خاص، لأن المصريين الذين ملأوا الميادين طوال 27 يوم الماضية لم يرهم حتى الآن عبد الفتاح السيسي ولم يعترف بوجودهم، والشهداء الذين سقطوا لم يتحدث عنهم عبد الفتاح السيسي ولم يشير لهم، والعنف الذي مورس ضد المصريين طوال 28 يوم 27 يوم الماضية لم يذكره عبد الفتاح السيسي، لكن هو يطالب بموجة جديدة واسعة من العنف ضد المعتصمين السلميين. هو يريد تفويض بإنهاء حالة الاعتصام السلمي الموجودة في المجتمع، هو يريد تفويض بالقتل، وبالتالي أنا أعتقد أن كل من سيستجيب بدعوة عبد الفتاح السيسي بمجرد النزول يوم الجمعة القادمة هو يعطي تفويض لعبد الفتاح السيسي بالقتل الواسع وببرك الدماء، وهو مشارك في هذه الجرائم ضد معتصمين عزل سلميين كل جريمتهم أنهم وقفوا يقولون لا لانقلاب عسكري. حقنا للدماء، لن تفكروا في سحب مليونياتكم يوم الجمعة المقبلة دكتور محمد؟ نحن لن نذهب لأي اشتباكات، نحن لن نخرج إلى أي مواجهات، نحن ندين كل صور العنف بما في ذلك العنف الممنهج الذي يحدث في سيناء والعنف الذي حدث أمس في المنصورة، لكن حينما نقف في سلمية كاملة وصدورنا عارية ولا نحمل حجرا لنقول كلمة الحق في وجه سلطان ليس فقط جائر لكنه قاتل وسارق وخاطف ومستبد ومعتقل ومريق للدماء، نقول له أنت ظالم. فهذا واجبنا، لا نتخلى عنه ولا نتراجع عنه، لكن في سلمية كاملة، لكن نحمل الطرف الآخر الذي يجيش للنزول في مواجهتنا لمواجهة سلميتنا لمن يريد التفويض باستخدام القوة والعنف عن صحته ولا ظروفه الإنسانية، ولا إذا ما كان يقدم له سما أو يقدم له دواء، ما إذا كان يخضع لضغوط نفسية وبدنية من نوع خاص من أجل أن يوقع توقيع التنحي أو توقيع الاستقالة. فليقل لنا عبد الفتاح السيسي لماذا طالما أنهم قالوا أن ما نشرته الأهرام غير صحيح وأن الرئيس غير متهم وأن النيابة لم تقدم له تهمة واحدة حتى الآن كما قال النائب العام، فليقل لنا عبد الفتاح السيسي لماذا يخفى الرئيس مرسي حتى الآن عن حقه في الخروج ليقول الرواية الحقيقية وليكذب عبد الفتاح السيسي؟ لماذا لا يعطى للرئيس المخطوف والمحبوس الآن والمغيب عن المشهد حقه في أن يقول للشعب الذي انتخبه الرواية الحقيقية وليس الروايات المضللة المصطنعة التي قالها عبد الفتاح السيسي اليوم في بيانه الانقلاب؟ في مؤتمر صحفي دعوته إليه 3 عصرا، ما هو المطروح على سقف هذا المؤتمر؟ هل مطروح أن تلغوا المليونية بتاع يوم الجمعة أو أن ربما تعجلوا منها أو من توقيتها؟ لا، نحن نضع الجميع أمام الحقائق، نحن نضع الجميع أمام مسؤولياته، نحن ندعو جموع الشعب المصري كله لإدراك بعدما تجلى المشهد بهذه الدموية التي يريد عبد الفتاح السيسي تفويضا صوريا من الشعب حتى يحول كما قلت الدماء المحدودة التي كان يقترفها خلال الأيام الماضية إلى برك دماء واسعة. نريد أن نوجه خطابا مباشرا لهذا الشعب المصري العظيم: لا تستجيبوا لهذه الدعوة التي أعلنها اليوم عبد الفتاح السيسي بإعلان الحرب الأهلية ولا
إعلان الحرب على معتصمين سلميين يريد منكم تفويضا بقتلهم وفض اعتصامهم بالقوة. منذ ساعات دكتور محمد سقط ضحيتان جديدتان في مسيرة التي انطلقت من شبرا. أليس من الأمل لكم أن تبقوا داخل ميادين الاعتصام في رابعة وفي النهضة، لأنه كلما خرجت مسيرة من هذه الميادين تعرضت لإطلاق النار؟ يعني خطة الانقلابيين كانت مبنية على أنه ستكون هناك تكتيم إعلامي تام على رابعة العدوية والنهضة، وحديث أمام العالم الخارجي بأن مصر كلها مع الانقلاب باستثناء بقعتين في رابعة العدوية والنهضة. وبالتالي كان من حق المصريين الذين خرجوا في مظاهرات، احنا لم نذهب إلى شبرا، لكن حين تخرج أمس مسيرة بعشرات الآلاف ومئات الآلاف من شبرا تجوب شوارع القاهرة لتنضم إلى رابعة العدوية وتقول أنها مع رفض الانقلاب العسكري، فهذا حق المصريين. السؤال لا يوجه لماذا يخرج هؤلاء السلميين يعلنون عن موقفهم، لكن السؤال يوجه لماذا يأمر عبد الفتاح السيسي وهو الآن من يدير وزارة الداخلية الحقيقي، كما أنه هو الآن الحاكم الفعلي للبلاد وليس الرئيس وليس الحكومة وليس وزير الداخلية، فليجب عبد الفتاح السيسي لماذا أمر القناصة بقتل معتصمين سلميين يجوبون الشوارع في سلمية كاملة.